بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع لقائنا عنوانه العلامة المهدي بن محمد الوزاني، شيخ شيوخ المغرب ومفتي فاس، يكرر زياراته لمدينة آسفي فيلقى من أهلها ما لم يلقاه في غيرها. أحبتي، روابط كثيرة ربطت مدينة آسفي بمدينة فاس، وعلى رأسها الروابط العلمية، وهي روابط لم تقتصر فقط على نزوح الطلبة الآسفيين وشد الرحال إلى جامعة القرويين لطلب العلم والحصول على إجازات مكتوبة وشفائية، أو للزيارة والتبرك ببعض كبار أقطاب التصوف المستقرين بها أحياء أو أمواتا، مثل ضريح سيدي أحمد التيجاني. بل أكثر من ذلك، كان علماء من جامعة القرويين بدورهم تستقطبهم مدينة آسفي بجميل طبيعتها وسابغ كرم أهلها وواسع علم علمائها وجليل محامد خلقهم. وتبعا لذلك، كان علماء فاس يقصدون هذه المدينة وينزلون في ضيافتها مددا طويلة. ووجدت أن من بين أكثر علماء القرويين ترددا على حاضرة آسفي العلامة أبو عبد الله محمد المهدي بن محمد بن خضر الحسني الوزاني الفاسي، الذي عاش بين سنتي 1266 هجرية و 1342 هجرية، الموافقة لما بين سنتي 1849 و 1923 ميلادية، والمعروف اختصارا باسم العلامة المهدي بن محمد الوزاني، شيخ الشيوخ المغرب ومفتي حاضرة فاس، والذي تخصه كتب التراجم بنعوت وأوصاف علمية سامية. ففي كتاب شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمعاصره العالم التونسي محمد بن مخلوف المتوفى سنة 1360 هجرية 1941 ميلادية، نجد أوصافا راقية تنم عن فدادته وتميزه وعلو كعبه في العلوم الدينية، بقوله: العلامة الفهام أستاذ الأساتذة وخاتمة العلماء المحققين الجهابدة، صاحب التآليف المفيدة والرسائل العديدة، العمدة الفاضل، العارف بمدارك الأحكام والنوازل ومسائل المذهب والمنقول والمعقول. ويصف مناقبه العلمية عالمنا الفقيه المؤرخ المغربي عبد السلام بن عبد القادر بن سودة المتوفى سنة 1979 في كتابه إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع، فيقول: العلامة المهدي بن محمد الوزاني خاتمة الفقهاء بالديار المغربية، وآخر من أتقن هذا الفن، المشارك المطلع الكثير التلامذة، الشيخ الإمام، له عدة تآليف كلها تدل على اطلاعه ومقدرته. فهذا العالم الفاسد الأصل الوزاني المهدي بن محمد الوزاني موضوع لقائنا، فهو بكل ما ذكرناه من الأوصاف والميزات العلمية الوازنة، بكل هذه القيمة العلمية المؤلفات الفقهية والمستمرة، آثارها وفوائدها حتى اليوم، بدليل اختيارها كموضوع رئيس فيما يعد ويناقش من أطروحات جامعية لنوال شهادات علمية عليا. وحسبنا نذكر منها كمثال أطروحة الدكتوراه التي نوقشت يوم 7 فبراير 2023 تحت عنوان: الاستدلال عند الفقيه المهدي الوزاني من خلال كتابه المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب، الأصول والمنهج والخصائص. وقد أعدها الطالب الباحث محمد العشيري تحت إشراف الدكتور محمد الشنتوف، والتي نالت ميزة مشرف جدا. قلت هذا العالم بهذه القيمة والصيت العظيمين، الذي لعلمكم أحبتي لم يقف نفعه العلمي عند حدود المغرب، بل امتد إلى باقي دول المغرب الكبير علما وحضورا وإفتاء. وعن ذلك يخبرنا العالم التونسي محمد بن مخلوف في كتابه المذكور أنه وفد على تونس سنة 1323 هجرية، ونزل ضيفا كريما بدار شيخنا محمد الطاهر النيفر، وأقرأ العلوم وانتفع به الكثير وأجاز الكثير. فنزول عالم بهذا الوزن والصيت بثغر آسفي لا يمكن أن يكون حدثا بسيطا وعابرا وغير ملتفت إليه في زمانه، بل على العكس من ذلك، كان حدثا كبيرا مدويا انتشرت أخباره في كل مكان، وفرح به كثيرا أهل آسفي، فقد رأوا في زيارته تشريفا لهم، وأي تشريف من عالم كبير بهذا العيار من شيخ شيوخ المغرب
وتأكيدا لذلك فعن زيارته الأولى لآسفي والتي حصلت يوم الأربعاء 5 جمادى الأولى من سنة 1332 هجرية جاء في تقييد: كان وروده ورود فرح وسرور ونشاط وحبور، وأكرمناه وأكرمه أهل البلد. وفي زيارته الثانية بعد 4 سنوات بتاريخ يوم الخميس 1 جمادى الثانية سنة 1336 هجرية جاء في تقييد آخر: أكرمه أهل البلد وفرحوا به وفرحنا جميعا، ووجد قلبه بهذه الحاضرة ونشط وطرب غاية الطرب، لأن أهل هذه الحاضرة يحبونه المحبة التامة، فلذلك يحصل له من النشاط هنا ما لم يحصل له في غيرها، كما حدث بذلك غير ما مره. وجاء في خبر أن هذا العالم الزائر العلامة المهدي بن محمد الوزاني أنزل في زيارته الأولى بدار السيد عبد السلام بوسنة الكائنة بدرب الجامع الصغير، وفي الزيارة الثانية أنزل بدار البوسوني بنفس الدرب، أي درب الجامع الصغير من المدينة العتيقة. وإنزال الضيوف العلماء بدور الميسورين والوجهاء من أهل آسفي لم تكن عادة تشمل العلماء فقط، بل شملت كذلك حتى سلاطين. ومن الأمثلة المتأخرة وجدنا في تقييد أن السلطان مولاي يوسف عند زيارته لآسفي مع أشقائه وعدد من أفراد حاشيته بتاريخ 1337 هجرية الموافقة ل 1918 ميلادية، فإن السلطان أنزل بدار محمد الدراوي المراكشي وباقي أفراد حاشيته بدار مولاي أحمد السيسي ودار أحمد الحاجي. وحلول العلامة المهدي بن محمد الوزاني بآسفي كان بالنسبة للعلماء وطلبة آسفي فرصة علمية استثنائية قد لا تتكرر، يجب أن يستفاد منها إلى أبعد الحدود. ويفهم من بعض التقاييد أن الجلوس إلى هذا العالم الفاسي كان يتم من خلال نوعين من الجلسات العلمية. في النوع الأول يقتصر على العلماء الكبار الآسفيين، وعن ذلك يقول أحد علماء الآسفيين: وجلسنا معه ساعات سعيدة، وجرت بيننا وبينهم مذاكرات ومباسطات، وأتحفني بنسخة من شرح الرباطي ونسخة من حاشية الشيخ ميار على المختصر، أتحفه الله بنعم الدنيا والآخرة. بخصوص النوع الثاني من الجلسات فقد كانت هي الأكثر عددا، كانت تخص الطلبة الآسفيين، وفيها يسعون للحصول منه على دروس وإجازات كتابية أو شفاهية. وعن ذلك يقول تقييد: كان الفقهاء والطلبة يترددون عنده في جل الأوقات. ويمكن أن نقيس بمقياسين اثنين نفع هذا العالم الفاسي الكبير وإقبال الآسفين عليه حبا وعلما، وذلك أولا من خلال مدة إقامته، وثاني من خلال طريقة توديعه. ففي كل من الزيارة الأولى والزيارة الثانية فإن العالم الفقيه المهدي الوزاني مكث بآسفي 15 يوما، أي نصف شهر في كل زيارة، أي أسبوعين، وهي مدة طويلة في تقديرنا قياسا إلى مشاغل هذا العالم. وأما عن توديعه فقد جاء في تقييد أحد العلماء آسفي ويتحدث عن زيارته الثانية: وودعناه ودموعنا على الخدود، وقلوبنا من فراقه الله أعلم بها. وقد خرج فقهاء البلد وطلبته لتشييعه، أي لمرافقته وتوديعه، اعتناء به إلى باب الولي الصالح سيدي منصور. أحبتي، تحياتي ومودتي، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.